السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي لتعليم الحلويات والطرط والجاتوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل كوكيز الكريسماس بطريقه سهله وبسيطه من 4 مكونات بس اللي هنستخدمهم. اول حاجه عندنا الزبده، عندنا 650 جرام من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وعندنا 350 جرام سكر بودر، وعندنا كيلو دقيق وبيضه واحده. المقدار ده لو حاسه انه هيبقى كبير عليكي، انا اصلا عامله نص مقدار، مش عامله مقدار كامل. نص المقدار ايه؟ عندنا 325 جرام زبده، 500 جرام دقيق، 175 جرام سكر، وبيضه واحده بس، لان برضو البيضه مش هنعرف نقسمها، فهي ممكن نجيب بيضه حجمها اصغر شويه. لو هنستخدم مثلا في المقدار الكبير بيضه حجمها كبير، دي ممكن نستخدم بيضه حجمها صغير شويه. اول حاجه بقى هنحط الزبده، نضربها كويس، وبعد كده نبتدي ننزل عليها بالسكر البودر ونضربهم كويس. كل شوية نفتح ونلم اللي في الجوانب، وبعد كده نضرب تاني. نزلت عليه بالبيضة وشوية الفانيليا، وبرضو ضربت تاني. اخر حاجة الدقيق، وده انا بعمله على ايدي، مش بعمله في العجان. يعني انا بقلب بس عشان الم العجين، ومش بضربها كتير. بعد كده سبت العجينة تستريح في التلاجة ساعتين او 3 ساعات، وابتديت اطلعها علشان ما تلزقش في السيليكون، المفرش السيليكون. حطيت كيس بلاستيك فوق وكيس بلاستيك تحت، وابتديت احط العجينه في النص وافردها. وعندي اشكال قطعات ارقام واشكال دواير. قطعت ارقام 2 و0 و5. واول ما العجينه تحسيها ان هي ابتدت تسيح منك كده، حطيها زي ما هي مفروده كده في التلاجة 10 دقايق تمسك وطلعيها. قطعي بالقطاعة زي ما انا بقطع كده عشان تطلع معاكي سليمة وما تتكسرش منك. ابتديت احطها في الصاج، ما دهنتوش اي مادة دهنية لان هي فيها زبدة كمية كبيرة. وابتديت بقى بالقطاعات الستانلس دي ارقام. اقطع 2025. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله السنة الجاية تبقى خير علينا كلنا يا رب. وقطعت الارقام، بس كل رقم قطعت منه 2 علشان لما اجي الزقهم فوق بعض. لو هتعمليه رفيع، لو هتعمليه سميك شوية يبقى خليها من كل رقم حاجة واحدة بس، لكن انا هنا عملت من كل رقم 2 عشان الزقهم في بعض. وابتديت كمان عندي شكل قطعات مدورة عشان يبقى البسكوت مدور. برضو عملت فيه مقاسين، مقاس صغير ومقاس كبير. وطبعا العجينة كده كده بنلمها وبنفردها تاني. ساحت منك حطيها في التلاجة 10 دقايق، طلعي قطعي حطي على الصاج. يعني سهلة ما فيهاش اي حاجة. بنكون طبعا مسخنين الفرن على درجة حرارة 160، بنهدي خالص. تقعد معانا مثلا من 20 دقيقة 25 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. وهو بياخد لون من تحت بس، ما تستنيش ان هو ياخد لون من فوق او حتى تفتحي عليه الشواية، لا. هو اول ما تلاقي خد لون من تحت ذهبي كده، اطفي عليه خلاص، هو كده استوى. ما بياخدش حاجة خالص حتى في يعني في التسوية، مش اكتر من 20 دقيقة. وكان عندي بقى طبعا عشان التزيين هجيب عجينة سكر لونها احمر واخضر وابيض، الشكل بتاع اللي هو الكريسماس. دي اشكال تانية بوريها لكم في فيديوهات تانية. انا زينتها على انه صابليه. ما شاء الله كانت شكلها حلو قوي، بصورها لكم. جبت بقى عجينة السكر طبعا وفردتها. عجينة السكر في انواع، في منها نوع بيبقى طري بيبقى سهل بيتفرد معاكي، وفي نوع بيبقى جامد كده. النوع الجامد ده علشان تخليه سهل معاكي وما يتعبكيش وانتي بتفرديه، ممكن تدخليه الميكرويف بالظبط 10 ثواني، ما تكتريش عشان العجينه ما تنشفش منك. 10 ثواني بالظبط حطيه في الميكرويف، طلعيها هتلاقي العجينه بقت سهله التشكيل معاكي وسهله خالص في الفرد. طبعا بنحط عليها CMC علشان العجينه تمسك. وطبعا انا هنا شكلتها، عملت ابيض واحمر واخضر، والحزام بتاع سانتا كلوز حطيته على رقم 2. ودي الشجرة. عملت برضو عجينة سكر خضرة والنجمة صفرة. وعملت كمان شكل ابيض كده نازل من على كل حرف اكنه التلج. ودي برضو الحزام بتاع سانتا في الجنب، وورق شجر اخضر. هنا بقى حطيت ما بين كل رقم وعجين سكر حشوة مختلفة. حطيت عندي زبدة فول سوداني، حطيت لوتس، حطيت شوكولاتة، حطيت وايت شوكولات. اولا الحشوات دي بتديها طعم، ثانيا كمان بتلزق الرقم اللي هو عجينة السكر في البسكوتة نفسها، فما بتخليهاش تتحرك.
يعني انا لو لزقت عجينه السكر على البسكوته هي ممكن تمسك شويه، لكن شويه ممكن تلاقيها فكت لو مسكتي البسكوته وقعت منك، لكن دي بتمسكها في بعض وكمان بتديها طعم. ممكن برضو لو عندك مربى آه، عملتيها مكان الشوكولاته برضو مفيش مشكله، يبقى طعمها حلو وهتلزق برضو. عملت بقى باقي الكميه، شويه عجينه السكر وشويه حطيتهم في شوكولاته اللي هي بالحليب وشويه شوكولاته بيضه وزينتهم بالمكسرات. بس وده كان شكلها النهائي. يا رب تكون عجبتكم، استنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.